سلام غالياتي، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا كامل مهنيين. تحت طلبكم درت لكم القريوش اللي راح يخرج من اروع ما يكون، نعطيه لكم باش ديروه نتوما كمشاريع. اي وحده مالفه يتحللها ولا يتفتتلها ولا يجيها يابس ولا ما يجيش مورق ولا ما تعرفيش كيفاش تشكلي هذا الشكل. اليوم راح تشوفي كل حاجه معايا باصغر كيله على اليوتيوب، بزوج كيسان برك فارينه. راح نديروا 10 حبيبات، راح ندير لكم الصغير والكبير، من جهه باش تعرفوا شحال تبيعوه، ومن جهه عندي بزاف زبائن راهم يتسائلوا شحال نبيع القريوش. اللي راهي حابه تكوموندي عليا راح نخلي لكم الرقم اسفل الشاشه وفي تعليق مثبت تاع الواتساب ولا الفايبر. هكذا غالياتي. دونك اليوم راح نشوفوا الوصفه كيفاش نخدمها انا في الطلبيات وتخرج بهذا اللون ويجي مورق حتى للقلب. خلونا جام كومونتير ويلا نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه نقولوا بسم الله البنات، نجيبوا زوج كيسان، وهذا الكاس يوزن 145 غرام تاع الفارينه، يعني درت في كل كيلو 145 غرام تاع فارينه مغربله. راح ندير ملعقه صغيره تاع الملح. دونك انا هنا راني نكيل لكم بالملعقه تاع الحليب، يعني اللي نشربوا بها الحليب. دونك درنا الملح هو الاول. راح نجيبوا هنايا ملعقه مليحه تاع الفانيليا، وراح نجيبوا ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه تكون ممسوحه تقريبا، يعني تكون ملعقه الحليب معمره وممسوحه بالخميره الكيميائيه، وعلى راس المغرف خميره الخبز. دونك راح نتقيدوا بهاد المقادير في كميات صغيره، واكيد كل ما نكبروا الكميات راح نكبروا شويه في المقادير. دونك هنا عندي السمن، هنا كون ذوبته للمقروط ومن بعد فضل يعني بقالي خليته في الكسرونه تاعو وتحكم روحه. راح نستعملوه بهذه الطريقه. نتوما كي تحبوا تخدموا هذه الوصفه ذوبوا السمن تاعكم وخلوه يبرد حتى يلحق لهذا القوام. نديروا منه ربع كاس ولا 50 غرام من السمن، 50 غرام من السمن. اول حاجه واش نديرو، نروحو نخلطو قبل النواشف. يعني عطيت لكم ميزان، عطيت لكم بالكيلو، ودوك نكتب لكم الوصفه في صندوق الوصف. هكذا غالياتي نحط السمن تاعي، اكيد ما راحش يحبط بالساهل، استعينوا بسباتول ولا بيديكم. المهم حاولوا تحبطوا كامل الكميه، لازم تحبطوا كامل الكميه. ولا خدمتوا في كاش ريسيبيون حطوا الميزان من تحت، وانتم في الدار ماشي كيما انا نصور لازم نعت لكم الكيلو نوري لكم باللي بالميزان. انتم حطوا الميزان من تحت وبداي تفرغي بالملعقه حتى تلحقي 50 غرام. ما تفوتيش 50 غرام وما ديريش اقل باش يجيك مبسس وما يجيكش يتفتت. يعني هذا هو الميزان اللي لازم نديره. دونك حتى السمن اللي كان في اليدين انا درته في الجفنه تاعي ونحيته كامل من يدي، مقدار 50 غرام. دونك هنا واش درنا غالياتي، حكمنا حبه بيض راح نديرو نصها لانه الكميه صغيره بالبزاف. دونك ضربتها وراح نديرو نص، ونديرو ملعقه كبيره تاع الخل اللي راح يعتبر كمحسن. وهنا كيلت لكم كاس معمر ما بين الماء وما زهر، ودوك تشوفوا شحال راح نخلي منه. الطريقه راهي واضحه قدامكم. هكذا غالياتي. وراح نبدا نخلط بالتدريج حتى نتحصل على عجينه طريه، ما تكونش جاريه وتكون متماسكه. اكيد تكون طريه، ما تكونش برك جاريه وتكون متماسكه. هكذا غالياتي نخلطوا جيدا المقادير، ونتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تجربوها وتبعتوا لي تطبيقاتكم على صفحه الفيسبوك اميره دي زاد 1 2 3. دونك غالياتي هنا كملت. دوك نعت لكم الماء شحال بقالي، شوفوا من كاس كان معمر ناقص تقريبا واحد 3 ملم ولا 4 ملم. شوفوا شحال خليت له ولا شحال بقالي. ونجيب العجينه تاعي نحطها على طاوله العمل، ندلكها حوالي دقيقتين ومن بعد نخبيها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح حوالي ساعه. هكذا تقريبا دقيقتين، ومن بعد نخليها ترتاح حوالي ساعه داخل كيس بلاستيكي باش تعطينا الطوع. هكذا هنا نخلوها ترتاح. وهنا بعد ما ارتاحت نجي ليها باش نستعين بشويه مايزينا. وهنا لا مايزينا لازم يا البنات باش نحلو القريوش نتاعنا. والقريوش تاع اليوم راح نديروه بلا آلة توريق. راح نحل العجينه تاعي ونبدا نورق فيها، وكل حاجه راهي واضحه في لا فيديو. ومن بعد نفتح مستطيل، ورقتها بهذاك الشكل، ومن بعد نفتح مستطيل كبير ويكون رقيق. من بعد نشكلوا 3 مستطيلات الى 4. انا بقالي العجين دوك نكمل. هنا واش راح نديروا البنات، تقريبا العرض راح يكون 13 والطول راح يكون 16. هكذا غالياتي. وكي كنت نقسم بالجراره كنت ندير 18 تقطيعه ولا 18 خط ونقطع، يعني في 18 نحبس.
الحبه الاولى ما شفتوهاش مليح، الحبه الثانيه راح تشوفوها معايا، وحسبوا معايا راح ندير 18 نخط، يعني في 18 نكمل نقطع كامل باش نجيب المستطيل تاعي. شوفوا هنا كي لحق ل 18 نقطع ونلفها. دوك شوفوا كيفاش حنخدم، يعني راح نخلي لكم كامل. هنا كنت نقيس، قلت لكم 13 على 16، كيما تقدروا ديروا 12 على 20، 12 على 16. شوفوا البنات الطريقة، بعد ما لفيتها لفتين نجي للنصف الحبة ونقلب الفوقانية برك هذا مكان، ومن بعد نقرص الأطراف ونحيهم بالجرارة. نتمنى يعني ما كانش أسهل من هذه الطريقة البنات. قريوش السنبولة بطريقة رائعة. نزيد ندير معاكم الشريط الثاني باش تفهموني. ندير 18 خطرة، هنا ما حبيتش نسرع باش تشوفوا البنات. 18 خطرة، وفي 18 نقطع كامل. نجيب نلف اللفة الأولى، لازم يكونوا كيف كيف، ومن بعد نلف اللفة الثانية، ومن بعد في النصف نقلبها، وفي الأطراف نضغط نحي الزيت تاع العجين، وانا تشكلت لي الحبة. والعجين اللي يبقى نديره بهذه الطريقه، نغطيه بكيس بلاستيكي حتى هذاك العجين، يعني حتى ذوك لي شوت اللي يبقاو لي نديرهم تحت العجينه السابقه، نخليهم يرتاحوا حوالي نصف ساعه باش نرجع ليهم. ولازم يكونوا في كيس بلاستيكي باش يرتاحوا لي البنات. ونروحوا للزيت تاعنا اللي لازم تكون نارها متوسطه الى هادئه باش يتنفخ وما يتحرقش ليه ما يتشوكاش في الزيت سخونه. تمتم يبدا يديجاجي، ومن بعد تمتم يحبس، لانه الزيت صاي سخناته طيباته ما يقدرش يتنفخ معاكم مليح. لازم تكون الزيت من متوسطه الى هادئه باش تدخلوا هذيك الزيت ويطيب غير بعقله ويتنفخ في عقله ويعطيكم الشكل. وكي تشوفوه تنفخ، يعني تحطوا 3 4 تشوفوهم كامل تنفخوا وكامل خداو حقهم، يعني في ديجاجاو بيان. تماك زيدوا شويه النار باش يبداو يحمروا، ولكن ما تبعدوش من المقله باش ما يتحرقوا لكمش. هذه هي، تغفلوا عليه يتحرق. دونك هكذا غالياتي كما راكم تشوفوا الحبيبات، بسم الله ما شاء الله. النار هنا مازالها من متوسطه الى هادئه، ولازم تستيو. عفوا قلت لكم لازم تستيو. انا نحط كما راكم تشوفوا عجينه صغيره نحطها في المقله، غير نشوفها نحطها بدات تغلي في الزيت وطلعت فوق الزيت، نحط الحبات التوعيه. يعني ما تحطوش الحبه تاع القريوش هي بارده، ومن بعد كي تحطوها ما تديجاجا ما والو تولي تشرب في الزيت، هذيك تاني لا. يعني لازم تستيو بشويه عجين، غير تشوفوها بدات تغلي او ميم طون ماهيش سخونه بزاف. وإلا لاحظتوا الزيت تاعكم سخنت، خلوها تبرد شويه ومن بعد زيدوا كملوا اقلوا باقي الحبات هكذا باش ما يتشوكاوش في الزيت ويتنفخوا في عقلهم. هكذا غالياتي، يعني خليت لكم هذا المقطع باش تشوفوا ولا حبه تتحل ولا حبه تتفتت، وتحكميها بعد ما تقليها وتخرج بسم الله ما شاء الله، وتقدري ديري طلبياتك من نهار الاول. اكيد حنعطيكم الاسعار في اخر لا فيديو. وحاولوا تعطوه اللون واحد، يعني ماشي حبه تحمروها حبه تخلوها صفرة حبه فيها الابيض حبه تحرقوها، لازم يكون على لون واحد. ماذا بكم تحرصوا على هذا الشيء، وكي تولوا محترفات اكيد تجيبوا مقله كبيره ترفد لكم كميه كبيره، تعودوا تقلوا بالعشرة حاجه مليحه. هكذا غالياتي. واكيد ماذا بيا نتوما كامل، يعني على بالي بلي ما فين تشروا القريوش ما فين تبيعوا القريوش، فيدونا بالاسوام اللي راكم تبيعوا فيهم. ماذا بيا كل وحده فيكم تقول لنا شحال راكم تبيعوه وين وش من الولايه. هكذا غالياتي، ولا شحال راهو يتباع والولايه اللي راهو يتباع فيها بهذيك الصوره. وهنا يا غالياتي جينا للعجينه الثانيه اللي كانت ترتاح، نحلوها بهذه الطريقه ونواصلوا نفس العمليه. المهم البنات هذه هي النتيجه تاع القريوش تاعنا بعد ما تقلى. عسلناه، انا عسلته هو سخون مباشره في عسيله كانت بارده فيها نوعا ما من ماء الزهر، ما كانش كميه كبيره تاع ماء زهر لكن فيها شويه تاع ماء زهر. عسيله منزليه، واللي حبت تدير عسيله تاع برا تشري وتعسل به اكيد. وغير عسلته خليته واحد 4 ساعات داخل العسل يشرب العسل بيا، ومن بعد قطرته شويه. انا للامانه للتصوير جبته بالعسل ديالو ديريكتومون كيما راكم تشوفوا في الصينيه، ودرت له شويه تاع جلجلان. هكذا غالياتي كما راكم تشوفوا الحبات راهم بسم الله ما شاء الله. راهم درت لكم الحبات الكبار هنا كما راكم تشوفوا، هادو الكبار ما صورتش معاكم، كبرنا الحبه باش نعطوه برك السعر. الحبه الكبيره هي 6000 للحبه، والحبه الموين ما نقدرش نقول عليها صغيره لانه انا ما نديرش قريوش صغير، 5000 للحبه. بالنسبه لي انا تدي من عندي حبه قريوش صغيره تحمري بها وجهك، تديها كبيره تحمري بها وجهك. يعني هذه هي راكم تشوفوا هنا البنات، حطيت لكم هنا الحبيبات الكبار تاع 6000.
ودوك نزيد نحط معاكم حبة أخرى من القريوش الصغير، هذه حبة كبيرة أخرى. ونزيد نحط معاكم حبيبة أخرى صغيرة. وهنايا كل حاجة راهي على عينيكم. شوفوا شحال خرجوا شابين البنات، خرجوا بسم الله ما شاء الله، الله يبارك، يحمروا الوجه هكذا غالياتي. ونزيدو نقول لكم نحط لكم الحبيبة الصغيرة ولا الموايان، هذيك البنات اللي نقدروا نبيعوها ب5000. دونك هكذا البنات اللي راهم حابين يديروهم كمشاريع، نتمنى ان شاء الله يعني تجربوا هذه الوصفه، راح تنجحوا فيها اكيد. اللي راهم حابين يبداو ما يعرفوش، يبداو هكذا بزوج كيسان برك تاع فرينه اونكا تغلطي ولا ما تنجحيش فيه ولا كش ما ديري حاجه، يعني ما تكونش خساره كبيره. وهنا حبيت نقسم معاكم الحبيبه الصغيره ولا المعين. شوفوا الداخل كيفاش يجوا مورقين يا البنات بسم الله ما شاء الله، ويجي معسل للقلب، وتلك عطيله حقه في التعسل راح يخرج لك يعني الله يبارك. وهنا نقول لكم لحقنا الى نهايه وصفه تاع اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.